مبروك يا حبيبي.
مساء الخير. تحب حضرتك تشرب ايه؟ بقول لحضرتك تحب تشرب ايه؟ اي حاجه. في نسكافيه؟ تحت امرك. واحد نسكافيه. بقول لك ايه، الواد ده عينه مش عايزه تنزل من عليكي. لما توجعها هنزلها. نسكافيه. اتفضل. ميرسي قوي. تحت امرك. بعد اذنك، ممكن اقول لك حاجه؟ انت جميله قوي. انا اسف، انا مش قصدي عكسك خالص. امال حضرتك تسمي ده ايه؟ بصراحه مش عارف. انا لقيت قدام عيني جمال مش قادر امسك نفسي ان انا اوصفه. فارجوكي ما تكونيش اتضايقتي. على العموم حصل خير. عن اذنك. الجو برد قوي. ربنا يوصل ما تمطرش تاني. مش عارفه الجو قلب كده ليه. مش عارف. الاتوبيس بتاعي جه. يا بختك. باي يا حبيبتي. باي. اشوفك بكره ان شاء الله. ان شاء الله. باي. باي. مساء الخير. مساء النور. نعم. الجو ساقع جدا النهارده. انت عايز مني ايه؟ ايه ده؟ انت مالك حد تتطبع معايا كده؟ ما مش معقول كده تعكسني في المحل وفي الشارع. ده مش كلام، ده عيب. اولا يا ستي انا ما بعكسكيش، وسبق وقلت لك كده. وثانيا بقى وده المهم، انا معجب بيكي. انت غريب قوي. طبعا غريب. بص يا ستي، الموضوع سهل خالص. ميرسي على التوصيله. اوعي تقولي كده، انا تحت امرك في اي وقت. على فكره انا نسيت اقول لك حاجه. خير؟ انا مخطوبه. بس انت مش لابسه دبله في ايدك. قريب، والفرح بعد 4 شهور. عن اذنك. بقول لك ايه؟ نعم. انت بتحبيه؟ يعني لا. طبعا بحبه. يا كدابه. مين قالك ان انا كدابه؟ يعني قريتها كده في عينيك. تبقى ما تفهمش في لغه العيون. طب ما تعلميني. قفلت المدرسه خلاص. تكدبي تاني؟ انت ليه مصمم ان انا كدابه؟ عشان لو بتحبي خطيبك ما كنتيش كلمتيني ومشيتي معايا لحد هنا. هو انا يعني عشان وفاتي توصلني لحد البيت ابقى ما بحبش خطيبي؟ اللي بتحب خطيبها ما تمشيش مع ولد ساعتين وما تجيبش سيرته ولو بكلمه واحده. ها؟ برضه بحبه. الو. يا نادر. اسمح لقلبي انه يقول لك وحشتني قوي بجد وحشتني. لا انا لسه عندي شويه شغل، خلص واكلمك.
اوكي يا حبيبتي. بوسي، لازم اشوفك بكره. خلاص يا نادر، لما توصل ابقى كلمني. سلام. باي باي يا حبيبتي، باي باي. ايه الاخبار يا هشام؟ زي الفل. يلا ربنا يوفقكم. صباح الخير. صباح النور. أنسة بسنت. ايوه. الورد ده عشان حضرتك. متشكرة قوي. على إذنك. صباح الخير على احلى واجمل عيون في الدنيا دي كلها. صدقيني لو بايدي كنت جبتلك ورد من الجنه سقيها حور عيني. حسام. مفتاحه دول ملك ايديك ومساء وصباح بيسألنا ليك. قلبي ومفتاحه دول ملك ايديك ومساء وصباح بيسألنا ليك. قلبي ومفتاحه مفتاحه دول ملك ايديك. انت ايه اللي بتعمله ده؟ انت مجنون. انا طبعا بقيت مجنون وانت سبب. انت مضيع فلوسك على الورد ولا ايه؟ لان الورد الحاجه الوحيده اللي تقدر تقول لك على جواها. يا سلام. نعم. وايه اللي جواك بقى؟ بصي بقى يا ستي، اضطراب في ضربات القلب وشتات في العقل، والله ما يوريكي زغلله في العين. انت عيان، لازم تروح للدكتور. ما انا رحت للدكتور وقال لك ايه؟ قال لي يا ابني انت عايش لغايه دلوقتي ازاي باللي انت فيه ده كله؟ اضطراب اللي في القلب جاني من يوم ما شفتك، ورشتات العقل لانه مش عارف يفكر في اي حاجه في الدنيا غيرك. اما بقى يا حول الله زغلله العين فلانها مش عارفه تشوف اي حاجه في الدنيا غير صورتك. يا حرام. انت يا حبيبتي. انت قربت تموت. ما انا مت خلاص. انا مت خلاص فيكي انت. بالسرعه دي؟ هو الحب كده عامل زي الموت، بيجي من غير مقدمات. بسنت. نعم. بقول لك ايه، اعمل حسابك اشوفك بكره. مش اكيد. يا خساره. يبقى اشوفك بكره. سلام.
بسنت. منى. انت ايه حكايتك؟ حكاية ايه؟ حكايتك مع الواد ده؟ ولا حاجة. ولا حاجه؟ ولا حاجه ازاي يعني؟ اصله معجب. معجب يا حبيبتي، وانت برضو معجبه شوية. شويه. بقول لك ايه، فوقي فوقي اللي ضيع منك ندر، وبعد كده ترجعي تندمي. حسين معجب. ايه ده؟ ده عنتر، لازم اعرفك عليه. انا لسه شاريه دلوقتي حالا، وقلت والله اول واحده تركبه تبقى انت. يلا يا هنا. يلا. يلا بينا. وانت جنبي ومدوبني الغرام، لو احكيلي واقول لك ما يكفيش الكلام. احساسي وانت جنبي ومدوبني الغرام، لو احكيلي واقول لك ما يكفيش الكلام. يا عمري وغير حبك ماليش، لو بعدت عني ازاي اقدر اعيش. انا دايب فيك يا عمري وغير حبك ماليش، لو بعدت عني ازاي اقدر اعيش. بلدنا جميلة قوي. تصدقيني لو قلتلك ان انتي اجمل منها بكتير. ايه ده بقى؟ مش حرام عليكي تحرميني ان اشوف العيون الجميلة دي يا شيخ؟ يا شيخ ده انا عايش بنورهم. هي بسنت.
انت بتهربي مني ليه؟ انا انت عارفه احلى حاجه في الدنيا ايه؟ ايه؟ انك تقولي كل اللي جواكي، بس كله، اوعي تنقي. وانت بقى حاسس بايه؟ حاسس بايه؟ انا بقيت حاسس ان الدنيا بقى ليها طعم تاني، كل حاجه بقت حلوه يا شيخ. ده انا بقيت حاسس اني بقيت بني ادم تاني. وايه سبب الاحساس ده؟ انا اول مره في حياتي احس بالحب. بس انت اسمحي لي اعترف قدام احلى واجمل عيون في الدنيا دي كلها باني بحبك. مش هسمع منك اي حاجه، مش هسمع منك كلمه بحبك الا لما فعلا تكوني حاساه. يا اجمل واحلى حاجه حصلت لي في الدنيا دي كلها. انا بردانه، حاسه ان انا سعانه قوي. يلا نلحق نمشي عشان ما نبردش اكتر من كده. يلا ثواني. خفت ليه؟ خفت ليه اقول له بحبك؟ واحرم نفسي ليه من الحب؟ ليه احكم على قلبي يعيش مع قلب ما بيحبوش؟ انا لازم اروح له واقول له اني بحبه. انتي مجنونه؟ حب ايه وجع قلبي ايه؟ انتي عايزه تضيعي نادر منك؟ بس انا ما بحبوش. الفلوس والعزة هيخلوكي تحبيه. الحب ما فيش منه غير الفقر ووجع القلب. نادر هو المستقبل، نادر هو الأمان ليكي ولولادك. انسي حسام، انسيه خالص، انسيه، ما تبقيش وش فقر. اتفضلي. نادر، وحشتيني. وانت كمان. ما قلتليش ليه انك جاي؟ قلت اعملها لك مفاجأة. طب اتفضل اتفضل. تعرفي انك بجد وحشتيني؟ نادر انا في الشغل. فيها ايه؟ انا بقول حاجة غلط؟ تحب تشرب ايه؟ اشرب بس انا. بجد يا نادر تحب تشرب ايه؟ على حسابي ما تخافش. خلاص يا ستي اشرب اي حاجة. اي حاجة. ميلك شيك؟ اوكي. اوكي. بسنت بسنت اللي واخد عقلك ليه؟ الظاهر ان نادر ولدك مني. يا بنتي الواد بيحبك وهيموت عليكي، حبيه بقى. بحاول. بتحاولي؟ بتحاولي ايه؟ ربنا اداكي نعمة شاب صغير ووسيم وغني وبيحبك، عايزة ايه تاني يا بسنت؟ عايزة احبه بس مش عارفة. ميلك شيك.
اول مره اشوف ملك تشيك حلو كده. معلش يا نادر، مش هقدر اقعد معاك اكتر من كده. شغلي بقى، انت عارف. ولا يهمك، انا كفايه عليا ان انا شفتك. بس انا الله، ده حلو قوي. عجبك؟ طبعا. ده خاتم خطوبتك. انت بتحبيه؟ مش عارفة يا حسام، ممكن يكون نادر هو الأمان في زمن ما فيهوش أمان. يا سلام. وتفتكري بقى حضرتك هتعرفي تعيشي مع النادر بتاعك ده وتحسي معاه بالامان وانت ما بتحبيهوش؟ مش عارفة. انت عايز مني ايه يا حسام؟ اسألي قلبك، اسألي قلبك وهو يقول لك انا عاوز منك ايه بالظبط. أرجوك يا حسام، بلاش ألغاز. خلاص بقى، حبي ليكي الغاز يا بسنت؟ انت ليه بتهربي من الحقيقة؟ ليه عايز تحرمي قلبك من انه يعيش الحب ويحب ويتحب؟ أرجوك يا حسام، كفاية. ارجوكي كفايه بقى، وارحمي نفسك وارحميني معاكي. انت ليه بتعملي معايا كده؟ حسام، أنا مخطوبة. بس بتحبيني. أنا ما قلتلكش إني بحبك. من غير ما تقولي، انا شايفها في نظرة عينيكي وفي لمسة ايديكي، وشايفها في كل مرة شفايفك بتنطق فيها باسمي. انت ليه عاوز تحرميني من كل ده؟ ليه؟ لأني مش عايزة أرجع للفقر تاني. الفقر ذلني جامد قوي، حرمني من أبسط أحلام ممكن أي بنت تحلمها وتتمناها عشان تفرح. أنا اتبهدلت واتذليت، مش عايزة اتبهدل تاني. مش عايزة ولادي يتبهدلوا زيي. ولا بتهدى ولا بترتاح في يوم يا قلبي يا قلبي، ولا بتهدى ولا بترتاح في يوم يا قلبي يا قلبي. عمرك ما شفت معايا فرق، كل مرة ترجع المشوار بجرح. بسنت، كنت فين امبارح؟ انت قلقتين عليك قوي. مفيش، كنت تعبانة شوية، خدت ملام عشان أعرف أنام. تعبانه؟ طب تحب نروح للدكتور دلوقتي؟ لا مفيش لزوم، أنا بقيت كويسة الحمد لله. كويسه؟ طب تحب نقعد في مكان نتكلم شويه؟ مش هينفع، أنت عارف إن أنا عندي شغل. ما تخافيش، انا استأذنت لك من المدير دلوقتي عشان خاطري. ماشي. يلا.
بسنت بسنت. مالك يا حبيبتي؟ سرحانة في ايه؟ لا مفيش. مفيش ازاي وانت بقالك اكتر من نص ساعة ما اتكلمتيش كلمة واحدة حتى؟ طيب كلم انت. ما انا لو اتكلمت مش هتسمعيني. ليه؟ لانك مش معايا. ما انا معاك اهو. جسد من غير قلب. قصدك ايه؟ قلبك فين يا بسنت؟ موجود. مع مين؟ معايا. يا خسارة، كان نفسي يبقى معايا. ما هو معاك. كدابة، قلبك مش معايا ولا معاكي، قلبك مع حد تاني. انا عايزه امشي. قبل ما تمشي انا عايز اقولك اني بحبك، مش ممكن هسيبك. بس انا مستعد اضحي بعمري عشانك، فعشان خاطري يا بسنت تقدري حبي ليكي وتضحيتي عشانك. باي. هنشوفك بالليل عشان نتعشى سوا. ان شاء الله. ايه؟ مش عاوز تفصيل باب البيت ولا حاجة؟ اتفضل طبعا. وماله؟ تعالى يا حسام. حسام تعالى ادخل. شقة جميلة فعلا. عارف شقة مين دي؟ لا. نادر خطيبي، هو اللي أجرها لي وفرشها لي، حتى لبسي هو اللي بيجيبه لي. وبيحبك؟ بجنون، لو طال يجيب لي حتة من السما هيجيبها لي. انت ايه اللي جابك؟ حبي ليكي. بصراحة كده ما قدرتش ابعد عنك، حسيت اني بموت من غيرك. تفتكر لو في إنسانة لقت إنسان زي نادر بيحبها الحب ده كله، ممكن يحقق لها كل اللي بتتمناه، ممكن تسيبه؟ ها؟ ممكن تسيبه؟ تفتكر ان في انسان ممكن يعيش مع حد ما بيحبوش عشان مجرد ان هو بيحقق له اللي بيتمناه بس؟ ممكن. احنا واقفين ليه؟ اقعد اتفضل. اعتقد ان نادر ما حققلكيش كل اللي انت بتتمنيه. بالعكس، نادر بيحقق لي كل اللي بتمناه الا حاجة واحدة، الحب اللي انت مش لاقيه معاه. فوقي بقى يا بسنت، فوقي قبل ما تندمي وتحكمي على قلبك بالموت. بقى هو ده بقى المكان اللي انتوا بتيجوا تتقابلوا فيه؟ مش عارفة يا منى، في حاجة غريبة بتشدني لحسام، كل ما احاول ابعد عنه ما اقدرش، مش عارفة ليه. فوقي يا بسنت، فوقي من الوهم اللي انت عايشة فيه ده. الحب مش هيجيلك منه غير وجع القلب وجوع البطن بقى والبهدلة والمرمطة. انسي الواد ده وخليكي مع نادر، وعلى رأي المثل خد اللي بيحبك وما تاخدش اللي بتحبه. حسام. بسنت. حسام مين؟
ده انت مش معايا خالص. انا خايفه يا منى، خايفه ما يحسش بالسعاده مع نادر، خايفه اظلمه معايا. مين؟ نادر. طب ما تردي عليه. ردي عليه. انا عايزه اعرف انت ما رديتيش عليه ليه بس. مش عارفه، ما قدرتش. اتفضلي خدي اتصلي بيه. يلا. طيب. الو. ايوه يا حسام، انت فين؟ انا عايزه اشوفك. الو. ايوه مين؟ منى ازيك؟ عامله ايه يا جميل؟ ايه؟ بتقول ايه؟ مفيش، حسيت اني عايزه اشوفك، قلت اكلمك واقابلك. فيها حاجه دي؟ بس اكلمك واقابلك بس؟ امال عايز ايه يعني؟ يعني كانت وداني عامله حسابها انها تسمع كلام حلو زي بحبك، وحشتني، بموت فيك، ما اقدرش اعيش من غيرك، يعني شويه الكلام الحلو ده. بس انت، انا بحبك. حسام، ممكن تمشي دلوقتي؟ امشي؟ ايه في ايه؟ من فضلك امشي، خطيبك جاي، هبقى اكلمك بعدين. هو فين؟ هو مين؟ اللي واخدك مني، بيضحك على عقلك بشويه كلام فارغ. طب ممكن تقعد تهدى عشان نعرف نتكلم؟ ممكن؟ اتكلم في ايه؟ تخسره فيك الكلام. ما كانش لازم تقولوا له يا منى، ما كانش لازم. بقول لك ايه، انت مش عارفه مصلحتك. صدقيني يا بسنت، صدقيني انت صعبانه عليا قوي. انت عين في الجنه وعين في النار، ما بين حسام والحب ونادر والفلوس. اسمعي يا بسنت، مفيش حد بياخد كل حاجه في الدنيا، لازم تختاري ما بين حسام وما بين نادر، بس قبل ما تختاري بينهم يا ريت تفكري في مصلحتك. عن اذنك انا بقى، يا دوب الحق المطعم عشان ما نترفتش احنا الاتنين. باي. انت مجنون يالا؟ عايز تبوظ لي الفيلم؟ ده انا بوظ لك حياتك قبل تفكر في كده. افهم بقى يا اخي، افهم. انت ايه، مش بني ادم. بقول لك انا بحبها، مش قادر اختار اكتر من كده. فهمني يا نادر. حياتي
دلوقتي عايزة اتكلم معاك من فضلك. لو سمحت تعالى بسرعة. أنا عارفة قد إيه جرحتك وضايقتك، بس غصب عني. نادر، أنا عايشة في دوامة، أنا تايهة. أنا اللي عايز أقولك على حاجة. عايز أقولك إني بحبك، سامحك على أي حاجة أنت عملتها قبل كده. صدقيني أنا من غيرك هضيع. إذا كنت عايزة تنهي علاقتنا ببعض انهيها، بس من غير وداع، لأني مش هستحمل أشوف الإنسان اللي أنا بحبها بتسيبني وتبعد عني. بس أنا خلاص حياتي من غيرك بقت عاملة زي السما من غير قمر، كلها ضلمة، زي الكلام من غير حروف ملوش معنى. صدقيني ما عنديش كلام تاني أقوله غير إني بحبك. أرجوك ارحمني بقى، ارحمني. ارحميني انت بقى وحسي بيا. بتحبيه؟ ردي عليا، بتحبيه؟ مش عارف. طب قولي لي عايزه ايه وانا هنفذه. مش عارف. أنا عارف إنك واقعة تحت ضغط عصبي، مش عارفة تفكري ولا تقرري. فعلا محتاجة وقت أبعد عن كل حاجة، أفكر براحتي. أوكي، بس قبل ما تفكري أو تقرري ممكن تيجي معايا مشوار صغير؟ دي فيلتك، انا كنت بعملها لك مفاجأة. كنت مرتب ان احنا نعمل كتب الكتاب والفرح الاسبوع الجاي. صدقيني يا بسنت، مش هتلاقي حد يحبك اكتر مني. مستعد اغط على رجلك ابوسها لو كان ده يرضيكي، وان كان على الولد التاني ده هنسهولك، بس ارجوكي ما تبعديش عني. انا بحبك. أرجوك يا نادر، ما تعذبنيش أكتر من كده. قوم بقى، قوم. انا مش عارف اعمل لك ايه تاني، بس انا هسيبك تفكري، هستنى قرارك. مأذون وصل. استني ردي عليا ما تضيعيش كل اللي بينا في ثواني. انا مش مصدق عينيا رايحه فين وسايباني. حيرتي
النهاية يهون عليكي أجمل ليالي زمان. مش قادر خلاص كفاية، نسيت ليه كل اللي كان، ولا عارف ليه واخداني أيامي وعيش ازاي وانا شايف حياتي ضيعة قدامي. لقيت نفسي وقفت لوحدي في مكاني، بقيت بين حرت بين يأسي تايه والدنيا منعاني. مالك؟ لا مفيش، بس حاسه انها تعبانه شويه. تعبانة؟ طب تعالي استريحي شوية، تعالي. No woman no cry. No woman no cry. Say, 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 say. No woman no cry. السكس lady. في ايه بقى؟ انا بقالي 5 ايام بدور عليكي، بحاول اشوفك او اكلمك، مش عارف اوصلك. بس انت في حاجه مهمه قوي لازم اتكلم فيها معاكي، لازم اعترف لك بيها. ارجوك يا حسام، مفيش داعي للكلام، انا اللي جاي اتكلم معاك. انا عارفه الكلام اللي هقوله لك ممكن، لا اكيد هيجرحك ويضايقك، لكن قبل ما اقوله عايزه اعترف لك بحاجه. انا بحبك يا حسام، ما كنتش قادره انطقها في الاول، لكن اقسم لك يا حسام انت اول انسان احبه في حياتي، انت اللي قلبي راح له، لكن مش هينفع اكمل معاك يا حسام، مش هينفع. ليه يا بسنت؟ ليه يا بسنت؟ ممكن يكون نصيبنا مع بعض. نصيبنا نحب بعض لكن مش نصيبنا نكمل مع بعض. انا هتجوز نادر يوم الخميس الجاي.
الشاور بيه. فكهاني وبحب الفاكهة وبموت في الموز والمانجا. فكهاني وبحب الفاكهة. بوسي. بسنت. بسنت. ليه يا بسنت؟ عملت لك ايه عشان تسيبيني؟ ده انا بحبك. ده انت لو طلبت عمر كله اديهولك. ده انت حلم حياتي اللي كنت بحلم بيه وحققته. فجأة تصحيني منه على كابوس. سبتيني ليه يا بسنت؟ فاكرة اني هقدر اعيش من غيرك؟ فاكرة اني ممكن احب حد غيرك؟ لا لا يا بسنت، انا من غيرك ما اقدرش اعيش. بسنت. ما قدرتش يا حسام، ما قدرتش. بحبك. لمسني حسيت ان جسمي مولع نار. حسيت اني هموت في اللحظة دي، بس عرفت اني بحبك. مقدرش اعيش من غيرك، مقدرش اعيش مع انسان ما بحبوش. انا هطلب منه الطلاق. حسام حبيبي، خلاص بقى، سامحني سامحني. حسام، انت ليه ما بتردش عليا؟ انا مش عارف مين اللي سامح مين. احنا كلنا غلطنا. قصدك ايه؟ قصدي ان قبل ما انا اسامحك لازم انت اللي تسامحيني. اسامحك؟ اسامحك على ايه يا حبيبي؟ اسامحك على الحب اللي حبيتهولي، ولا اسامحك عشان علمتني الحب؟ انت صحيت قلبي بعد ما مات.
خلاني احب الحب. انا لو قعدت عمري كله اعتذرلك مش هقدر ارد لك جزء صغير من حبك ليا. ارجوكي بقى اديني فرصه اقولك. تقول ايه؟ اني كنت بكدب عليكي. انا مثلت عليك الحب. مثلت؟ قصدك ايه؟ انت بتحبنيش؟ ارجوكي حاولي تفهميني. افهم. انا سبت جوزي عشانك في ليلة دخلتي، هربت منه عشانك انت، وسبت انسان اتمنى مني كلمة حلوة عشانك انت. انت كمان فهميني بقى فهميني. انا في الاول كنت بمثل عليك الحب، انما بعد كده حبيتك. انت كمان حيوان ضحكت عليا. انت كمان حرام عليك ليه عملت فيا كده كمان. بسنت مين دي؟ المدام بتاعتك. مدام اهدي شويه يا مدام، شدي حيلك، جوز حضرتك انتحر. نادر مات، انتحر. انا السبب، انا اللي قتلته نادر. بسنت هي الحمد لله على السلامة. بعد إذنك أشوف مين. مساء الخير. نادر، انت عايز مني ايه تاني يا اخي؟ انت مش مت. ايه الاخبار يا عاصم؟ مشهد زي الفل، مبروك علينا. يا ريت يبقى زي الفل. شكرا يا رجاله. يا هشام انا الدور. يلا قول لمدير الانتاج يقبض الناس ويبسطهم كده. قلت له يا حبيبي، قلت له اديهم مكافاه كمان. حلو قوي. يلا يا عمرو. متشكرين يا رجاله. متشكرين يا عم سعيد. متشكرين يا رجاله. اسمها سليمان. متشكرين لكم كلكم يا رجاله. السلام عليكم. ان شاء الله الفيلم الجاي معايا. انا مش فاهمه حاجه. اهدي وهفهمك كل حاجة دلوقتي. عاصم
الكاميرات اللي كانت في شقه بسنت. ودي الكاميرات اللي كانت في شقه حسام. كاميرات؟ انا فعلا مش فاهمه حاجه، فهموني. قلت لك ايه دي، وانا هفهمك كل حاجه. انا نادر شوقي، مخرج ومنتج، وده هشام المؤلف، وده عاصم مدير التصوير، وده يا ستي حسام وجه الجديد وبطل الفيلم، وحضرتك البطله. انا مش فاهمه حاجه. مؤلف، مدير تصوير، مخرج. انا فعلا مش فاهمه حاجه. الموضوع ببساطه ان كان نفسي اخرج فيلم واقعي من الحياه، يعني ما فيهوش تمثيل ولا تكليف. هشام عرض عليا الفكره، عجبتني، حبينا ننفذها ويكون ابطالها وجوه جديده، يعني ناس عمرها لا مثلت قبل كده ولا وقفت قدام كاميرا. بس اللي حضرتك بتطلبه مني ده صعب قوي. لا صعب ولا حاجه يا حسام، انا مش عارف انت مكبر الموضوع قوي كده ليه. فهمه يا هشام. بص يا حسام، ده فرصه عمرك، والفرصه ما بتجيش غير مره واحده، ولازم تستغلها. استغلها؟ استغلها ازاي؟ حضراتكم عاوزين اخدع بني ادمه ملهاش ذنب في اي حاجه. يا حبيبي افهم، ده تمثيل. بس هي ما تعرفش. هو ده اللي انا عايزه، ما تعرفش. لا 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 يا جماعه معلش، سامحوني، انا مش هقدر على الموضوع ده. يا ابني اسمع كلامي، دي فرصه مش هتتعوض. انا عارف ان دي فرصه مش هتتعوض. انا محتاج للشغل ومفيش في جيبي ولا نكله، ومحتاج لكل قرش. بس لا، معلش سامحوني، انا اسف مش هقدر، بعد اذنكم. ومش حسام، بس كنت متاكد 100% انه راجع تاني. وده العربون، ودول بقى يا سيدي فلوس عشان تنزل مع الستايلست تجيب لك لبس وتظبطك. انا عايزك قدام البنت شيك جدا. مبروك يا عم حسام، وضيت وعبطت. نركز بقى في الشغل. عايزك تيجي معايا عشان اشرح لك دورك في السيناريو واقول لك هتعمل في كل ايه بالظبط. على فكره يا نادر، هو يعني وشه انا مش بطال، بس لازم نعمل له تيست على كاميرا سينما. يا جماعه بالراحه على الراجل شويه، الراجل لسه في اول الطريق. ماشي. يا ريت تاخدوا الشقه يستريح فيها وبعد كده اشرحوا له الفيلم. ايه؟ الشقه ايه؟ دي يا سيدي شقه احنا جبناها لك تستريح فيها طول فتره الفيلم، عشان تعرف بس ان احنا بنحبك. فاكر؟ انت فاكر؟ لا هو يحكي لكم الموضوع ده احسن بس. عاصم استعد يا عاصم حالا. يلا يا حسام. يلا يا عاصم، حسام جاي لك دلوقتي. حالا معاك دلوقتي. بلاش هزار بقى.
مساء الخير. تشرب ايه حضرتك؟ بقول لحضرتك تشرب ايه؟ ها؟ حضرتك تأمر بايه؟ اي حاجه، في نسكافيه. تحت امرك. منى الحقيني يا منى، الحقيني. اعرفك بزميلتنا في الفيلم منى. حتى انت كمان يا منى؟ غصب عني يا بسنت، غصب عني. انت مالكش حق تصورني، انا هرفع عليك قضيه. ليه؟ لانك ما معكش اذن مني تصور الفيلم ده. مين قال لك كده؟ انا معايا عقد عليه امضتك انك موافقه تصوري الفيلم وملتزمه بكل بنود العقد. بس انا ما مضيتش على العقد. مبروك يا عريس. الله يبارك فيك. ده اللي اتفقنا عليه. شكرا. الف شكر يا باشا. انا مش فاهمه حاجه، يعني كل ده كان تمثيل؟ صدقيني ابدا، انا بحبك. ما انكرش انه في الاول كان تمثيل، بس لما عرفتك انا حبيتك بجد. ارجوك يا حسام، ارجوك لو بتحبها سيبها، خليها تعيش حياتها في امان ومن غير خوف من الفقر. حسام انا عارفه ان اللي بطلبه منك ده شيء صعب عليك، لكن بجد لو بتحبها سيبها وربنا بكره هيرزقك بواحده احسن منها. ارجوكي فهميني يا منى. يا منى انا بحبها بجد مش بهزار. وانا بطلب منك ده عشان انت بتحبها يا حسام. بعد اذنك. انت مجنون يالا؟ عايز تبوظ لي الفيلم؟ انا بوظ لك حياتك قبل ما تفكر في كده. افهم يا اخي، افهم يا نادر. انت ايه يا اخي؟ مش بني ادم. بقول لك انا بحبها، مش قادر اقطع اكتر من كده. ماشي، بس بقول لك ايه، اتعدل وفوق. متنساش انك ماضي على عقد وعلى وصولات امانه، وفي بيننا شرط جزائي. يعني انا ممكن اخليك تقضي بقى عمرك في السجن. انا مش بهددك، انا بس عايزك تعقل وتستهدى بالله وتخلي الفيلم ده يعدي على خير. انا صرفت كتير وجبت كاميرات من امريكا. حسام، الفيلم ده حلمي، وانا مش هسمح لاي حد انه يهدم الحلم ده. فهمت؟ هحبسك. مفيش دليل معاك يخليك تحبسيني. انت عايز ايه مننا تاني يا اخي؟ انت مش خلاص ريحت بالك وصورت الفيلم بتاعك؟ سيبنا بقى. انتوا زعلانين ليه؟ زعلانين ان انا عملته منكم نجوم؟ بكره تشوفوا لما الفيلم ده يتعرض في المهرجانات والسينمات والنقاد يتكلموا عليكم، هتعرفوا قيمه اللي انا عملته عشانكم. مش طالب منكم غير نحط ايدينا في ايدين بعض ونعمل سينما جديده.
أما جائزة أحسن إخراج فكانت من نصيب المخرج الشاب نادر شوقي. صدقني يا فندم، صدقني انا ما قتلتوش. انا كنت مجرد بنفذ السيناريو اللي هم طلبوه مني. باين ان كلامك صحيح. التقرير بيقول ان المسدس اللي عليه بصماتك مسدس صوت، والرصاصه اللي قتلت نادر خرجت من مسدس تاني. الحمد لله. انا مش قلت لحضرتك اني ما قتلتوش؟ احمدك يا رب، احمدك يا رب. حضرتك ده المسدس الثاني اللي لقيناه في الحفل، ده تقرير الطبيب الشرعي. التقرير بيقول ان الطلقه اللي اتقتل بيها نادر هي من نفس المسدس ده. طب هنعمل ايه يا فندم؟ يبقى لازم نضاهي البصمه اللي موجوده على المسدس ونطبقها مع بصمات كل اللي كانوا موجودين في الحفله. يا فندم صدقني ما قتلتوش، انا ما قتلتوش. والبصمات اللي موجوده على المسدس اللي خرجت منه الطلقه اللي قتلت نادر برضه دي مش بصماتك؟ يا فندم انا فعلا لقيت المسدس في جيبي فرميته، بس انا ما قتلتوش. نادر 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 رد عليا. نادر 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 رد عليا. اتفضل يا فندم، دي حاجة يعني أنا صورتها في الحفلة يمكن تفيدكم في التحقيقات. شغل الشريط ده في الفيديو. اعتقد كده مالكش حجه يا هشام. انا بوجه لك تهمه القتل العمد مع سبق الاصرار والترصد لنادر شوقي. مبروك يا جماعة، مبروك يا صاحبي، شفت زي الفل. الله يا نادر على مبروك يا جماعة.
استني ردي عليا ما تضيعيش كل اللي بينا في ثواني. انا مش مصدق عينيا رايحه فين وسايباني ولا عارف لفين واخداني ايامي واعيش ازاي وانا شايف حياتي ضيعة قدامي. لقيت نفسي وقفت لوحدي في مكاني بقيت بين حيرتي بين يأسي تايه والدنيا منعاني. معقولة تبقى النهاية يهون عليكي أجمل ليالي زمان؟ مش قادر خلاص كفاية نسيتي